عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده في جملة ستاتي شوية، بسمعها من ستات كتير جدا، والجملة دي بتعتبر بالنسبة لهم رمز للرجولة. ايه الجملة؟ جوزي ما بيدافعش عني. طبعا هنا غالبا الخناقة اللي المفروض جوزها يدافع عنها فيها هي مع يعني سلايفها او مع حماتها او مع اخوات جوزها. بنختلف مع بعض، بيبقى سلبي، بيقول انه انا ماليش دعوه ويطلع نفسه من الموضوع. هو مش مفروض راجلي يدافع عني؟ الجمله دي يا جماعه خطيره جدا وليها علاقه كبيره جدا باستعدادنا النفسي قبل ما نقبل على الجواز، واللي بنعمله في شخصيتنا وفي نفسيتنا وفي علاقتنا بنفسنا قبل ما نشاركها مع حد او نخش على عيله اخرى بنسب اخر. وخدوا بالكم الجمله دي رجاله بتاكد المعنى ده انه معنى رجولي، هتقول لك اه طبعا، تخش على اهلها كده وتقوم قايل لك ايه، مراتي تخصني، ما حدش ليه دعوه بيها، اللي يكلمها يكلمني. اتقلبت خناقه. هو الحقيقه انه ده مش رمز رجوله، ده رمز على ان هذا الرجل ملوش كبير، وان كلامه من دماغه. والراجل اللي بيدافع عن مراته بالطريقة دي قدام أهله غالبا بيبقى عارف إن مراته فيها حاجة أهله مش موافقين عليها أو مش قابلينها، وبالتالي بياخدها هو ورا ظهره بقى وبيبدأ هو يتصدر للمشهد. لكن المفترض إيه؟ المفترض ما يبقاش في خناقة أصلا. المفترض إن إحنا داخلين على ناس مختلفين عنا، على ناس عندهم أولويات غيرنا ومبادئ غيرنا وطرق للعيشة، ويعني زي ما تقولوا إيه، خصائص مختلفة للعيشة. طيب إحنا بقى كزوجة هنا، انت حضرتك لما جيتي تتجوزي وانت عارفة ان هيبقى عندك حما واخت جوز وسلايف وبنت خالته وبنت عمته ونروح الفرح الفلاني والفرح العلاني، احنا عارفين ان ده كل ده هيحصل. بنعمل ايه بقى؟ بتبص تلاقي البنت اول ما دخلت على الناس دول بدأت تبقى مش موجودة، يعني هي قاعدة تساير، تشوفهم بيضحكوا تضحك، تشوفهم بينموا تنم، تشوفهم بيتكلموا تتكلم، تشوفهم بياكلوش ما تاكلش، تشوفهم بياكلوا بتاكل. فهم بياخدوا فكرة عنها ايه؟ على انها بنت ملهاش شخصية، بنت جاية تعيش في وسطهم زي ما هم عايزين، هي ما عندهاش أفضلية معينة أو ما عندهاش نكهة معينة تدافع عنها، هي جاية تعيش في وسط الناس دي زي ما هم عايشين. بيبدأوا ياخدوا ده حق مكتسب. فتبدأ انت بعد كده بقى في الحياة بتبدأي يعني تبهت عليكي أولوياتهم وتبهت عليكي طريقتهم، وهم يعتبروكي ان انت جزء منها، فيحطوكي بقى في الديليما بتاعتهم دي، او في معترك الحياه بتاعهم، يعني غصب عنك، لان هم مش عارفين ان ده غصب عنك اساسا، هم عارفين ان ده يناسبك. تقوم انت تبداي تقولي ايه، ده ما يناسبنيش، لا انا مش كده، انا مش متعوده على كده، انا ما بعملش كده، احنا ما عشناش كده، احنا ما تربناش كده، احنا بعد ما تكوني اتجوزتي فعلا. فهم بيعتبروا ان ده نوع من انواع ايه، التمرد، وانك انت عايزه تمشي الراجل على مزاجك، وان انت عايزه تاخديه منه، وان انت بتكرهيه في البيت، وانك. طبعا هم بيعتبروا ان هم اصحاب حق في هذا الشخص، فبيبداوا يبقوا يعني هم كتره، فبيبداوا يبقوا مباشرين قوي في الخلاف. يعني انت بتعملي كده ليه، انت ليه قلتي كده، انت ليه ما جيتيش، انت ليه جيتي، انت ليه قمتي، انت ليه قعدتي. فتبداي انت تقولي ده بيتخانقوا معايا، دول مش طايقني، دول مش عارفه بيوقعوا بيني وبين جوزي، دول. تروحي تعملي ايه، تسكتي برضو وتكتمي او تبوزي او تاخدي جنب وتروحي لجوزك عملوا. انت بقى شايفه ان الراجل المفروض ايه، سمع منك يقوم قافل طلع ماسك التليفون، ماما فلانه انتوا عملتوا كده ليه، بتشتكي منكم، انتوا ما حدش يكلمها، هي ما عملتش حاجه، ايه ده
وانت فاكره انه انت خدي بالك انت هتبقي ام، انت ام فعلا. هل تقدري تسمعي الكلام ده من ابنك او بنتك؟ هل تقدري يعني؟ الكلام ده كلام مش لطيف خالص يعني. حتى الست لو كبرت ولا خرفت ولا غلطت ولا شخطت ولا عملت اللي عملته، ايه المشكله؟ طب ما هي كانت بتشخط في ابنك ده، ويمكن كانت بتضربه اساسا اللي انت متجوزاه ده. فاذا هنا انا القصه ملهاش علاقه خالص باللي بيحصل ده. جوزك ملوش علاقه. انت حضرتك لابد انك انت قبل ما تتجوزي، اول ما تروحي البيت ده وتبداي تختلطي مع الناس دول، تبيني شخصيتك الحقيقيه. بتحبي تاكلي تقولي لا، بحب مش عارفه اعمل ايه اقول لا. انا اقول شخصيتي الحقيقيه، ايه المشكله؟ عشان يعرفوا ان فلانه بتحب كذا وما بتحبش كذا. وهذا الاسلوب مهم جدا 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 جدا. ان انا ازاي بقول ما بحبش، او ازاي ما اقول ما بتعودتش، او ازاي ما بعملش كده وبعمل كده. لا 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 خالص، انا بتكلم بطريقه لذيذه وفريندلي جدا وطيبه جدا، وبقول انا يعني ما اتعودتش على كده، او انا ما بحبش كده، او انا ما اعرفش اعمل كده او كده. طيب، حصل ان احنا اتجوزنا وما عملناش القصه دي خالص. لما اروح هناك بقى ويتقال لي الكلام ده، لازم افكر تفكير سليم. انه الست دي ما بتكلمش معاه شخصيا، ولا بالعكس، هي اكيد بتحب ابنها ومش عايزاه يتنكد عليه ولا اي حاجه، ولكن هي خدت حق مكتسب انا اديته لها، انا السبب فيه. ازاي اخلع منه بقى؟ ابدا ان انا ابين ان انا مش فاهمه القصه دي او مستاءه من القصه دي، وابدا لما اجي عاتب ما عاتبش واحده لوحدنا. لان انا طبعا، خدوا بالكم انا هنا بتكلم عشان واحده معينه، انا بتكلم جنرال عام. فلما اتكلم عام لازم اتكلم في الحاجه اللي تنفع مع الناس كلها، ما اتكلمش مع حاجه تنفع واحده وواحده لا. وعشان كده بلاش العتاب الفردي اللي بينك وبينها. ممكن شخصيه تقول لك انا عمال حرام عليكي، ليه بتقولي انا زعلتك، انا وتتقلب دراما. لا، انت خلاص الموضوع تبداي تعبري على انك انت الحاجه اللي انت بتعمليها دي مش تستغبي يعني، اعملي هبله يعني. وبعدين ولا تقولي لجوزك اي حاجه. ولما يحصل موقف، طبعا ده بيحصل على طول، ممكن يحصل في نفس اليوم، ان احنا نبقى الثلاثه قاعدين او اللي اختلفتي معاهم وجوزك قاعد، تبداي تحكي له القصه على انك زعلانه منه هو. يعني انا زعلانه منك يا ابراهيم. ليه زعلانه مني؟ زعلانه مني ليه؟ انا عملت ايه؟ كده ما تقوليش ان ماما بتحب كده او بتكره كده، او ان انتوا متربين على كده، او انتوا بتطبخوا بالطريقه الفلانيه تقوم تزعل مني ماما. وماما تقول لي ده انت بتطبخي كذا وبتعملي كذا، انت المفروض تقول لي ده انا عملتها اكتر من مره في البيت وانت كانت كويسه، ده مش عارف. وابدا انا احكي له ان هو اللي ما اخبرنيش ان الموضوع ده مش في قاموسهم او مش في تربيتهم او مش في دنيتهم او فزعلت فلانه او زعلت علان. الطريقه دي في الكلام هو طبعا هيفهم انه ايه الهبل اللي انتوا بتتخانقوا عليه ده، عبط يعني. فلو لا لا عادي، ايه المشكله؟ عادي يا ماما، ما تعمل اللي تعمله ولا تقوم ولا تقعد. وبعدين هي بتعمل هو مش فاهم انها خناقه، فهيرد رد طبيعي. انت كده افحمتي الجميع وفهمتي بطريقه غير مباشره يا جماعه انا بلعبها صح. فمحدش يلعبها معايا غلط، وهتبقي لذيذه وكل حاجه ولكن ذكيه. لكن ان انا اروح اعمل القصه دي مع جوزي، لا. طيب انت بقى عزيزي الزوج اللي متخيل انك هتتصدر لماما او هتتصدر لاختك او هتتصدر لمرات اخوك او اخوك وتقول له محدش يعمل كده مع مراتي، انت فاهم ان ده بيخلي حد يحترمك؟ مراتك نفسها هتحس انك انت مالكش كبير، وهتحس انك انت عصبي، وهتحس انك انت على فكره خايف، في حاجه غلط مش مظبوطه. فده مش ملوش علاقه بالرجوله يا جماعه، ده ملوش علاقه بالرجوله، لانه النسب بيعمل خلافات. يقول لك اللي تحب حد لا تشاركه ولا تناسبه. فالنسب بيعمل خلافات، بيعمل خلاف بين الاخوات. يعني لو اخ بنته او بنته او ابنه اتجوز الناحيه الثانيه، يعني الاخ الثاني او الاخت الثانيه بيعمل خلافات. فانتوا الفكره هنا ان احنا نبقى مهيئين لهذه الخلافات وعارفين ان احنا بنصدرها. يعني انا كلك انت كزوج لما تيجي مراتك تحكي لك ما تكذبهاش، ده قبل اول حاجه. ما تكذبهاش، اقول لها طب بس قولي لي انت، طب واديها الاوبشن، يعني اديها انت عارف مامتك وعارف اختك وعارف، اديها الحل. قول لها طب بصي بكره اعملي كذا كذا كذا، او كلميني في التليفون قول لهم كذا، او ابعتي رساله قولي كذا. اديها الحل بس.
يعني اديها الحل هي تعمله وساعدها، هي كده هتحس انك انت فعلا راجلها من غير ما تبقى طالبه منك انك تروح تتخانق لها او تروح تزعق او تروح تقاطع او تبقى يعني اجريسيف جدا وعنيف جدا في رد فعلك علشان تملى عينها فتخسر الجميع. يا رب نكون استفدنا.